أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم غاوي كورة على اليوتيوب. هنكون معاكم حلقة يومية كل يوم إن شاء الله هنغطي فيها آخر أخبار النادي الأهلي، وخصوصا آخر أخبار الكرة العالمية والكرة المصرية عموما يعني. أول حاجة نبدأ بفوز الأهلي على الإسماعيلي بأربع أهداف مقابل لا شيء. أحرز الأهداف كل من مروان عطية، ده الهدف الأول ليه مع النادي الأهلي من ركلة جزاء طبعا، والهدف الثاني إمام عاشور، والهدف الثالث والهدف الرابع أحرزه أحمد رضا الوافد الجديد اللي بداية جميلة قوي، بتفكرنا ببداية حمدي فتحي ومروان عطية. وأحرز الهدف الثالث حسين الشحات طبعا من دماغه عادي جميلة قوي من إمام عاشور. طبعا بالفوز ده يتصدر النادي الأهلي قائمة الدوري المصري مؤقتا برصيد 14. لا، يتصدر قائمة الدوري المصري مؤقتا. بعد هنشوف ماتش بيراميدز شغال دلوقتي، ممكن يخلص كام. لو خلص أي نتيجة غير فوز بيراميدز هيتصدر النادي الأهلي قبل مواقعة القمة اللي هتبقى يوم السبت الجاي إن شاء الله، ديربي القاهرة من الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي. القمة ديت بتفكرنا فيها قوي، الناس واثقة قوي لفوز الأهلي. طب تعالى الأول نقول أداء الأهلي، تعالى نعلق شوية على الماتش. بدأ الأهلي بتشكيلة مكونة من محمد الشناوي في حراسة المرمى. خط الدفاع من الشمال لليمين، بدأ بالشمال بنعيد الشمال أحمد نبيل كوكا طبعا بيريح كريم الدبيس من ماتش القمة. واتنين سيرت باكات، اتنين سيرت باكات رامي ربيعة ومحمد هاني. وناحية اليمين بدأ بأكرم توفيق اللي قدم ماتش كويس جدا 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 جدا. هنيجي بقى للثنائيين نص الملعب، اتنين في نص الملعب، اتنين ارتكاز في نص الملعب أحمد رضا ومروان عطية. وتلاتة قدامهم إمام عاشور في النص رقم 10 يعتبر أو 8 يعني، لو هو كان بيلعب 3 في نص الملعب. وناحية اليمين محمد عبد الله، وناحية الشمال كان بادئ ب اللهم صل على النبي، كان بادئ ب اللي هو حسين الشحات وفي الأمام اللي هو فريق جديد طبعا كرة الشر اللي بادئ بسرعة الصاروخ. 7 ماتشات، 3 مساهمات تهديفية و3 أهداف، بسم الله ما شاء الله يعني. وأهدر احنا طبعا قلنا الأهداف، أهدر مروان أهدر حسين الشحات ركلة جزاء. طبعا صحيحة، ركلة جزاء صحيحة برضه. تاني حاجة اللي هي ايه، هنبدأ بقى من الماتش الجاي، ماتش القمة اللي اتحدد له 30,000 مشجع، 15 لكل فريق. 15 لكل فريق. طبعا الماتش ده بيفكرنا بماتش السوبر الأفريقي، لأنه كل مرشح الأهلي اللي هو يفوز، وفي الآخر الزمالك فريقنا بأداء عالمي وفاز. يعني انت اللهم صل على النبي. تاني حاجة اللي هو ايه، الزمالك برضو امبارح اتعادل مع بتروجيت 1-1 بعد ما كان خسران في الثواني الأخيرة. المنقذ ناصر منسي أنقذهم بهدف التعادل. تاني حاجة وطبعا حصل لخبطة في رجل المباراة، ادوها لمحمد أحمد رضا. ادوها للاعب بتروجيت اللي أحرز هدف التقدم لبتروجيت. ورجعوا ادوها البنتايج ورجعوا، وحصل يعني، والزمالك عمل بيان والكلام ده كله. موضوع يعني مش مهم قوي. طبعا جماهير الاهلي كلها متفائله بماتش القمه او متشائمه، وتصريحات احمد بلال يقول لك اي 11 لاعب هيعمل قصاد الاهلي قصاد الزمالك هيكسبهم. طبعا دي نفس تصريحات السوبر الافريقي، وفي الاخر ادينا اداء زفت وخسرنا بضربات الجزاء، مع ان الزمالك كان يستحق المكسب في المباراه كمان بكل امانه. هنيجي ايه تاني، اللهم صل على النبي. آه اللي بيبقى قائمة المصابين بالأهلي بقى. طبعا احنا شفنا أشرف داري لعب امبارح وسليم، وشفنا برضو أشرف داري لعب امبارح وسليم وكويس. واللي هو بقى جاهزية أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم وعمر كمال. ياسر إبراهيم ممكن ما يلحقش، إنما عمر كمال ممكن يلحق ماتش الزمالك. بس أهم حاجة طبعا عندنا أشرف بن شرقي، اللي هو لو لحق ماتش الزمالك تبقى حاجة جميلة قوي. هتبقى دفعة معنوية كمان للمنافس، مدافعة معنوية كبيرة قوي لينا. محمد رمضان، كنا في تصريحات برضه لمحمد رمضان امبارح، كنا عايزين نجيب كوسيتا وموسى التعمري، بس رغبة موسى التعمري ما جاتش الاهلي، واللي هو كوسيتا ممكن يضم في اي وقت تاني. زيزو عقد لا زال مستمر مع الزمالك لنهاية الموسم، ماشي. صلاح يسجل هدف في التقدم ليفربول على وولفرهامبتون، صنع هدف وجاب هدف. طبعا تألق صلاح ومرموش حاجة تدعو للفخر.
علي معلول وبن شرقي. علي معلول وبن شرقي ممكن نشوفهم في قمة ماتش الزمالك، ودي حاجة هتبقى دفعة معنوية كبيرة أوي 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 أوي. بس دي كل أخبار النادي الأهلي. وانتظروا بقى في فيديوهات قادمة. طبعا لا تنسوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.